يلا يا صاحبي جهز نفسك كده. هحكي لك دلوقتي قصة سيدنا شيث عليه السلام، كأنك قاعد تسمعها من جدك في ليلة شتوية. هدية من السماء. في زمن بعيد قوي قبل ما يكون في بلاد ومدن زي دلوقتي، كان في أول البشر على الأرض كان سيدنا آدم، اللي كلنا طالعين من نسله. آدم كان راجل طيب جدا، عايش مع زوجته حواء. كان عندهم عيال كتير، منهم هابيل وقابيل اللي اتخانقوا، وهابيل اتقتل على ايد قابيل. ساعتها الدنيا اتغيرت. سيدنا آدم اتألم وقلبه اتكسر، وقعد يدعو ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بولد يعوضه عن ابنه اللي راح. وبعد شوية ربنا سبحانه وتعالى رزقه بولد جميل قوي سموه شيث. شيث معناها هبة من الله. آدم شاف في شيث حاجة مختلفة. كان هادي وقلبه طيب وبيحب يسمع كلام ربنا، ما كانش زي بقية اخواته. كبر شيث وبقى راجل عاقل بيحب الخير وبيكره الظلم. كان دايما قاعد مع ابوه يتعلم منه. سيدنا آدم قبل ما يموت نادى على شيث وقال له بصوت هادي: أنا هسيب لك الدنيا أمان، الناس هتحتاج تتعلم طريق ربنا، وأنا شايف إنك قدها. شيث قال له: ما تشيلش هم، أنا هكمل المشوار. ومات سيدنا آدم وساب مين؟ ساب شيث قائد للناس. شيث بقى نبي من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا كلمه ونزل عليه صحف فيها أوامر وتعاليم. بدأ شيث يلم الناس ويقول لهم: يا ناس، لازم نعبد ربنا، هو اللي خلقنا، هو اللي بيرزقنا. ابعدوا عن الغلط وعن وسوسة الشيطان. الناس كانت بتحبه وبتسمع كلامه. بس الدنيا ما بتفضلش على حالها. في مكان بعيد كان في نسل قابيل اللي قتل هابيل زمان. أولاد أبيل كانوا عايشين بطريقة مختلفة خالص، مفيش دين، مفيش حلال ولا حرام. بنات متزينة وشرب وضحك، والشيطان كان بيضحك وهو قاعد بيتفرج عليهم. واحد من شباب سيدنا شيث قرر يروح يتفرج على اللي بيحصل هناك. أول ما راح انبهر. الدنيا هناك كانت حاجة تانية، نور وزينة، أصوات غريبة، بنات جميلة، حاجات أول مرة يشوفها وأول مرة يسمعها. رجع الشاب ده لعيلته وقال لهم: يا جماعة، الناس هناك عايشين، انتوا ليه مكشرين؟ ليه مش بنفرح زيهم؟ ومن هنا بدأت الشرارة. شوية بشوية شباب شيث بقوا يروحوا هناك ويتفرجوا ويتعلموا، وبعد كده يرجعوا يعلموا اللي شافوه. شيث قلبه كان بيتقطع، شايف ولاد قومه بيضيعوا ويبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى. كان يقف وسط الناس ويقول بصوت عالي: ما تمشوش ورا الشيطان، دول بيضيعوا نفسهم ويضيعوكم معاهم. ده ربنا سبحانه وتعالى لو غضب علينا مش هنلاقي حد يحمينا. بس مين يسمع؟ كان الشيطان شغال يحاول يوقع الناس، بس شيث ما استسلمش. كان يلف على البيوت يعلم الأطفال، يحكي لهم حكايات عن الجنة، عن أبوهم آدم، عن الصح والغلط. كان أول واحد يعلم الناس يكتبوا، يعلمهم يحسبوا الأيام ويخيطوا هدومهم إزاي. عدت السنين وجيث كبر وشاف إن مهمته قربت تخلص خلاص. نادى على واحد من أولاده أو تلاميذه وقال له: كمل يا ابني، ما تسيبش الناس تتهد، خليك دايما على طريق ربنا. ومات شيث، وريحته الطيبة فضلت في الأرض، وسيرته اتحكت من جيل لجيل. وإحنا النهاردة بنحكي قصته علشان نفتكر إن الهداية نعمة، وإن الدنيا من غير دين بتغرق في الضلمة، وإن أي حاجة حلوة ممكن تفسد لو سيبنا نفسنا للشيطان.